اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالوا بقى نسمي الله ونبدأ فيديو جديد. انا نزلت بقى جبت كام فرخة كده، وقلت عشان يكونوا موجودين عندي في الفريزر وما اقعدش كل شوية انزل، لان طبعا عارفين ان انا معايا اطفال فصعب قوي نزولي. معايا هنا 7 فرخات مقطعه الصدر لوحده، واللي وراك عاملاها حمام كداب ووراك كاملة. البانيه بحب اعمل بيه بانيه مقلي، بحب اعمل بيه برجر، بحب اعمل بيه كفتة، بحب اعمل بيه شاورما فاهيتا، فطبعا له استخدامات كتير جدا معايا. واللي وراك بقى مخليه وراك سليمة، ان انا اتبلها واسلقها، بتبقى حلوة قوي في السليق معايا، بسلقها واحمرها، وممكن اعملها في صينية بطاطس، وممكن اتبلها واشويها، بشويها في الفرن بتبقى حلوة قوي برضو. والحمام الكداب بحشيه وبسلقه وبحمره، بيكون برضو لطيف. معايا هنا كنت بغسل الوراك كلها، وكنت بغسل الرقبة بتاع كل فرخة والأجنحة بتاعها. طبعا ببدأ ان انا اغسلها كويس واشيل منها الزيادات والدهون اللي بتكون فيها، ولو في ريش او في حاجة ببدأ ان انا انضفها بس كويس تحت مية جارية. وبعد كده ببدأ ان انا اقطع الجناحات، بخلي كل جناح لوحده، والرقبة بتبقى عليها جلد كتير كده بشيله برضو. انا كنت هنا بقى كيست الفراخ. انا طبعا غسلتها كويس وصبنتها كويس، بس ما حطيتهاش في محلول نقع. ساعة الاكل طبعا هحطها في محلول نقع. انا كده هفرزها على قد استخدامنا احنا. طبعا انتوا بتكيسوا انتوا على قد استخدامكم وعلى قد عدد الافراد. انا قلت بقى هعمل الكبد والقوانص بتاع الفراخ اللي انا جبتها، هما كانوا 7 فرخات، بس كان عندي كبد وقوانص كنت جايباها برضو في الفريزر. هبدأ اشيل منها الزيادات، الجلد والحاجات اللي هي بتبقى في القناصة دي، وهبدأ ان انا احط الكبدة لوحدها والقناصة لوحدها، لان طبعا ده بياخد سوا غير ده. واحط على كل طبق منهم ملح ودقيق وليمون عشان الزفارة. وهبدأ ان انا ادعك كل طبق منهم كويس جدا، وبعد كده هشوفه تحت الحنفية. طبعا انا قبل ما اعمل خطوة الدقيق والملح والليمون دي، انا كنت مقطعاها قطع صغيرة، مش صغيرة قوي بس على حسب ما انا عايزة، فانتي كمان قطعي التقطيع اللي تريحك. انا هنا كنت خلاص بقى حطيتها تحت مية جارية في مصفى الاول عشان تنزل اي حاجة مش كويسة فيها. شايفين هنا القناصة شكلها عامل ازاي؟ والله وكانت ريحتها تحفة، ما كانش فيها اي ريحة زفارة. والكبد برضو هغسلها بنفس الطريقة دي. جبت هنا بقى صينية كبيرة، هحط فيها معلقة سمنة، وبعد كده هنزل بالقناصة الاول، لان طبعا سواها غير سوا الكبدة، فهنزل بالقناصة في السمنة، هديها تشويحة الاول وهقلبها كويس، وهتأكد ان القناصة كلها اتشوحت في السمنة كويس. في ناس كتير قوي ما بتحبش الكبد والقناصة بتاع الفراخ بسبب الزفارة بتاعتهم، وانا واحدة من الناس كنت بقرف منها جدا، بس دلوقتي انا بحبها بصراحة، يعني هي من اقرب الاكلات لقلبي. وبسبب الزفارة بتاعتها كنت بغسلها وبعد كده احطها في مية سخنة الاول 10 دقايق كده، وبعد كده ببدأ ان انا استخدمها عادي. بس لما جربت الطريقة دي عجبتني. هنا القناصة كانت اتشوحت وبقت حلوة جدا، هي كده خلاص دخلت في السوا، فاضلها حاجات بسيطة. فهبدأ ان انا انزل عليها بالبصل المتقطع. برضو انتي بتقطعي البصل التقطيعة اللي انتي عايزاها، بس انا بحبها بالطريقة دي افضل. هبدأ هنا بقى اشوح القناصة مع البصل في السمنة، وبعد ما البصل يتشوح كويس يعني يصفر كده، وتكون القناصة كمان كملت السوا بتاعها، هبدأ ان انا انزل عليها باقي المكونات اللي معايا. ومعايا مكون هيخلي الكبد والقوانص في حتة تانية خالص. قلت بقى عبال ما البصل يتشوح، قلت اعمل المكرونة المحمرة. انا عاملة مكرونة محمرة لان عيالي بيحبوها، فشوحت المكرونة كده مع السمنة. انا حاطة هنا معلقة سمنة ومعلقة زيت، هشوح المكرونة كويس وايدي تبقى فيها لانها بتحمر بسرعة. قبل بقى ما تحمر برضو هكمل باقي سوا الكبدة. ده بقى المكون اللي بقولكوا عليه. ببقى عاملاها قطع كده في الفريزر على قد استخدامي. انا جبت قطعة وقطعتها
وحطيتها على الكبد والقوانص. هشوحها كويس وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم. ده توم مفروم انا مفرزاه عندي، انا ما بعرفش استغنى عن الثوم خالص. سيبه برضو يتشوح كده كله مع بعض وهرجع للمكرونه. انا كنت عامله الاكل النهارده بسرعه جدا 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 لاني كان ورايا مشوار وكنت مستعجله. المكرونه هنا احمرت ونزلت عليها بالميه. انا بنزل بالميه مش بالشوربه، مش بحبها بالشوربه ابدا، وبحط لها مكعب مرقه وشويه فلفل اسمر والمكرونه بتبقى تحفه. هنا بقى الثوم مع اللية مع البصل مع القوانص كان كله اتشوح خلاص، وكانت كمان القوانص استوت، يعني كان فاضل لها حاجات بسيطه خالص. فنزلت هنا بقى بالكبد اللي معايا وهدي برضو كله تشويحه مع بعضه. انا كان المفروض افضي نص الصينيه كده وانزل بالكبده على طول على فكره، بس مفيش مشكله. ونزلت بقى بالتوابل بتاعي عليها، حطيت عليها فلفل اسمر وكزبره وملح وكمون وشويه قرفه صغيرين. وده كان الاكل بتاعي. انا كنت عاملاه بسرعه شويه بس معلش. اتمنى ان انتوا تشجعوني بلايك للفيديو واشتراك القناه، وشكرا بجد للناس الجميله اللي بتدعمني، شكرا للناس الجديده اللي شرفتني.